بتبدأ قصتنا بسيرة وهي نايمة قدام الكمبيوتر بتاعها، وبيبدأ القلم بتاعها على المكتب يتحرك لوحده، واللي خلاها تصحى من النوم. وبنشوفها وهي بتقدم على منحة لإعانة الفقراء، وبتبدأ سيرة تتحرك، واللي خلاها تقف وسط اللي بيحصل وتكلم الأشباح وقالت كفاية أنا زهقت. وبنعرف إن دي مش أول مرة يحصل فيها كده، وبتروح بسرعة على الأوضة عشان تطمن على ولادها، وبتلاقيهم كويسين واللي خلاها ترتاح. وبترجع تاني للكمبيوتر، وبعد ما تخلص اللي بتعمله وبتقفله بتشوف كائن غريب قدامها، وبتكون المسافة بينهم قريبة جدا، وبيبدأ يقرب لها، واللي خلى سيرة ترجع لورا وهي مرعوبة وتغمض عينيها وتقول لنفسها أنا أكيد بحلم عشان يختفي الكائن ده من قدامها. وبيرجع يظهر تاني واللي خلى سيرة تصرخ. وبنشوف واحد بعدها اسمه جون، واللي بنعرف انه بيحقق في الظواهر الخارقة مع صاحبته كلارا. وبنشوفهم هما بيحققوا في البيت في الوقت اللي كلارا كانت بتصور اللي بيحصل، وجون بيكون بيسمع اصوات. وبنعرف انها كانت اصوات الاشباح اللي في البيت، عشان فجأة خرجوا هما الاتنين بره البيت وبسرعة. وسيرة بتروح وبتمسك كلارا من ايديها وبتقول لها في ايه، بس كلارا بتقول لها انت لازم تمشي من هنا. وبنروح بعدها وبنشوف الاطفال بتوع سيرة ويلي وتيرا، واللي بيكونوا راجعين من المدرسة. واللي بيلاحظ ان كان في حد في البيت، بس سيرة بتكذب عليه وبتقول له ان محدش جه. وبنعرف ان هي ما كانتش عايزه تقول لهم ان البيت مسكون. وبيدخلوا البيت وبتروح تيرا لاوضتها، بس فجاه بتشوف الكائن الغريب ده بيظهر وراها. والاغرب ان تيرا كانت بتتكلم معاه عادي، والاغرب من كل ده ان هي كانت بتساله هو ليه بيخوف مامتها. وبعدها بحبه بنشوف واحده اسمها تانكريدي بتوصل، وبتكون المدرسه والدكتوره بتاعت ويلي، وبتدخل اوضته وبتبدا تانكريدي تكلم ويلي. واللي بنعرف ان كان في حادثه حصلت من 9 شهور، وبيبدا يتاسف ويلي عن اللي حصل، بخلاف انه ما كانش فاكر تفاصيل الحادثه. وبترجع تقول له ان هو لازم يتحمل مسؤوليه غلطات، واكدت عليه انه لازم يحل المشكله دي مع نفسه، وهنعرف معنى الكلمه دي قدام. وبنروح بعدها وبنشوف ويلي في حصه الفيزياء، واللي بنعرف انه كان بيشرح له تجربه وكان بيمثلها برمي البيض. وبتظهر سيرة مع تيرا وبتدي القهوه لكارلوس، واللي بنعرف ان كان في حاجه بينهم اكتر من علاقه مدرس بولي امر. ولما كانوا ماشيين خلاص بتبوسوا سيرة، ولما بيوصلوا البيت بيبدا ويلي يتكلم مع مامته ويقول لها انه سمعها بتصرخ، ورجعت قالت له ان هي حلمت حلم وحش مش اكتر، وبتكون مش عايزه تخوف ولادها. وبنروح بعدها بالليل واحنا بنشوف ويلي، واللي بيكون عايز يعمل ساندويتش، وفجاه بيشوف رعد وبيسمع صوت غريب واللي خلاه يوقع الطبق ويتكسر. بس بيلاحظ حاجه غريبه، ان في قطره ميه بتنزل منها الحنفيه، والغريب ان هي بتفضل متعلقه. ولما بيقرب للحوض بيشوف كائن غريب وراه، واللي خلاه يترعب ويستخبى، بيقول ان ده حلم ومش حقيقه زي سيرة بالظبط. بس الكائن ده كان بيقرب منه لحد ما بدا يقول كلام مش مفهوم، واللي خلى الكائن ده يختفي وقطره ميه بتقع اخيرا في الحوض. وبنروح وبنشوف ويلي في الحمام، وتيرا بتدخل وبتساله لو باباهم هو سبب في كل ده، وبيرجع ويلي يقول لها انا السبب. وبنعرف ان تيرا كانت بتتكلم عن الوحش. وبنروح تاني يوم وبنشوف سيرة وهي بتتكلم مع ويلي وبتساله لو في حاجه مضايقاه، وبيرجع يقول لها ان هم محتاجين يسيبوا البيت ده في اسرع وقت. بس سيرة رجعت وقالت له ان هي هتتصرف وهيمشوا قريب. وبعدها حبه ولادها بيروحوا المدرسه، وهي بتروح وبتكمل شغلها في الجنينه بتاعتها، بس بيقطعها واحد اسمه جاريد. وبنعرف ان سيرة تعرف، وبنعرف برضو ان دي مش اول مره يتقابلوا. وجاريد بيكون مندوب عقارات وبيرد عليها 3 اضعاف ثمن البيت عشان تسيبه. ورجع قال لها ان الشركه عنده اشترت كل البيوت اللي جنبها عشان عايزين يعملوا مشروع في المنطقه. بيرجع يديها الكارت بتاعه. وبنروح بعدها وبنشوف تيرا وهي في اوضتها، واللي كانت بتتكلم مع الكائن اللي كان في اول الفيلم، واللي بنعرف انه كان في الدولاب بتاعها. والغريب ان هي كانت بتتكلم معاه بشكل طبيعي، والاغرب ان هي لما بتفتح الدولاب وبتشوفه بتخاف وبتجري من المكان. وبعدها بحبه بنشوف اطفال، واللي بنعرف ان هم كانوا بيتنمروا على تيرا وويلي في المدرسه، وكانوا جايين عشان يرموا بيض على بيت ويلي في نفس الوقت اللي كانت سيرة وكارلوس بيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبنشوف واحد منهم واللي بيجي وبيدوس على الورد اللي سيرة كانت بتزرعه، وبيبص على فوق تاني عشان يروح وياخد طوبه ويحاول يرميها على الازاز، بس بيقف مره واحده لانه بيشوف الكائن اللي كان بيطاردهم في البيت وكان بيبص له، واللي خلاه يجري بسرعه هو واصحابه لدرجه انه نسي العجله بتاعته وهو بيجري. وفي نفس الوقت كارلوس سمع صوت صراخ الاطفال، واللي خلاه يقلق ويطلع يشوف فيه ايه. وفي نفس الوقت بنشوف مفاتيح بتطير لوحدها، والصور اللي كانت متعلقه في البيت بتقع لوحدها، حتى المروحه كانت بتطلع صوت صريخ بيقاطع ده زلزال، وكل حاجه بتبدا تطير في البيت حتى البطانيه بتاعت سيرة. وبعدها بنشوف ايدين بتنزل من فوق، واللي بيشوفها وبنعرف ان هي كانت في اوضته. ولما بيبدا يصرخ سيرة بتيجي بسرعه عشان الايه دي تختفي من المكان، وبيرجع يظهر في اوضه تيرا، بس المره دي كان بجسمه كله، واللي خلاهم كلهم يجروا من الاوضه وينزلوا تحت. بس عمره ما هيكون كفايه لانه بيظهر وبيلف ايده على تيرا، واللي خلى سيرة ترجع وتهاجمه، بس هجومها ما اثرش عليه باي شكل. وبترجع تحضن ولادها الاثنين وبتبص له وهي مستنيه يهاجمه، بس فجاه بنشوفه وهو بيختفي وكل حاجه بترجع زي ما كانت. بس سيرة طبعا بتاخد ولادها بره، وبتتصل بكارلوس عشان تقول له ان هي عايزه تقعد معاه في البيت. بس لما بتخرج بره بتشوف تيرا بتشاور على ويلي، واللي بيكون واقع على الارض، ولما بتقرب له بتلاقي فيه زي خطوط طالعه في وشه. وبترجع لتيرا اللي كان بيحصل لها نفس الموضوع، وما عداش وقت لحد ما وقعت هي كمان على الارض، فبتاخدهم لجوه. والغريب هنا ان هم خافوا اول ما دخلوا لجوه كأن مش مسمح لهم يخرجوا من البيت. وتاني يوم الباب بيخبط وبيكون جاريد اللي على الباب، وبيرجع يعرض عليها ضعف المبلغ اللي عرضوا عليها، واداها وقت تاني تفكر في الموضوع. فبتدخل البيت بعدها وبتبدا تفكر في العرض بتاعه. في الوقت اللي الغساله النظام بتاعها بيبدا يتغير لوحده، وبعدها الباب بيخبط وبتروح عشان تفتح، وبنعرف انه كارلوس. ومن غير ما سيرة تضيع وقت تبدا تحكي له عن اللي بيحصل معاه عشان ترجع وتنهي علاقتها معاه، وتقول له ان هو يستاهل حد حياته احسن. وبتضايق طبعا من كلامها وبيرجع يسالها ليه، فبتقول له ان هي خايفه عليه، وبيرجع يقول لها ان هي المفروض ما تعملش كده. بس بخلاف كل ده قال لها قرارك، وبيمشي وبيسيب سيرة. وبنرجع بعدها للغساله اللي صوتها بدا يعلى، واللي خلى سيرة تجري عليها. فبتدخل وبتلاقيها بتطلع صوت غريب، صوت حد كان بيصرخ جواها عشان الباب بتاع الغساله يتفتح والباب اللي وراه يتقفل. وولادها سمعوا صريخها هما وكارلوس،
فبيجروا عليها كلهم خلاف كارلوس اللي كان بيحاول يدخل بس الباب اتقفل في وشه. ونفس الموضوع حصل مع كل الابواب اللي في البيت. عشان نشوف بعدها كائن بيطلع من الغساله، وسيرة اترعبت من المنظر وهي بتحاول تفتح الباب بس قدرت تفتحه وتخرج وبتروح عشان تحضن ولادها الاثنين. بس الكائن ده خرج من الغساله وفضل يزحف ناحيته في الوقت اللي كارلوس اخيرا بيقدر يفتح الباب وبيدخل وهو بيجري ناحيته وبيبرق لما بيشوف الكائن ده قبل ما يختفي على طول. فبيفضل متنح بسبب اللي شافه. وبعد ما بيفوق من الصدمه بيبدا يتكلم مع سيرة ويقول لها ان هما لازم يكلموا اي حد يساعده، بخلاف انه قال لها انت ازاي قاعده في البيت هنا. فبترجع سيرة تقول له ان هي كلمت كهنه وناس كتير بس ما حدش كان مصدق كلمه واحده من اللي هي بتقولها. وبترجع تقول له ان في ايام بتعدي بسلام من غير ما يحصل اي حاجه، وفي ايام ممكن تشوفه اكتر من 3 مرات في البيت، وده طبعا وهم متاقلمين على اللي بيحصل وعلى الكائنات اللي بيشوفوها في البيت عندهم. واللي خلى كارلوس يقول لها انه هيكون جنبها وهيساعدها. وفي نفس اليوم بيطلب مساعده من صحابه واللي بيكون تخصصهم الخوارق والاشباح، وبيستلف منهم ادوات وبنشوفهم هم بيجهزوا لجلسه طرد الارواح. وبيرجع كارلوس يشرح لها ان الاجهزه هتخليهم يقدروا يستشعروا حركه الكائنات دي في البيت، بخلاف انه جاب كاميرا وقال لها ان الكاميرا دي بتقدر تسجل 12000 فريم في الثانيه، بمعنى ان هم يقدروا يشوفوا اي حاجه بتتحرك. وبتشوفه هو بيجهز البيت كله وبيروحوا بيبداوا يستحضروا الكائن ده. واول ما بيرموا النار بيبدا يطير في الجو وهم مصدومين عشان النور يبدا يرعش بعدها، وده معناه ان الكائن ده موجود في المكان. فبياخدوا الاطفال وبيبعدوا عن هنا في الوقت اللي الكائن كان بيطاردهم فيه، وطبعا خافوا وهربوا بالاطفال بعيد عنه. بس سيرة بتبدا تفكر بطريقه تانية ان هي تهاجمه بكرسي. والغريب ان هو رجع يبص لها وبنشوف ان الهجوم ده قدر يسبب له اصابه، وتوقعت انه هيهاجمها بس الكائن ده بيختفي من المكان من غير ما يضيعوا وقت. بيجروا على فوق بس الكائن ده بيظهر وراهم بيبدا يطاردهم لحد ما بيوصلوا الاوضه وبيقفلوا الباب. والغريب انه ما قدرش يدخل الاوضه بخلاف ان صوابعه اتقطعت من الباب عشان نشوفه وهو بيختفي بعدها. وتاني يوم طبعا البيت كان متدمر بسبب اللي حصل قبلها بيوم، وبنشوف صباعه اللي اتقطع وكارلوس بياخده وبيحطه مع باقي صوابعه. وبنشوف ويلي وهو بيتفرج على مامته وهي بتنظف البيت، وبعدها بدقايق بدات تعيط ومسكت نفسها وقعدت على الكمبيوتر عشان تتفرج على تسجيل الكاميرا بتاع اليوم اللي قبلها في الوقت اللي كارلوس كان بيبص على الصوابع اللي خدها. وبنرجع لسيرة اللي كانت بتبص على شبح وهو بيظهر، بس في حاجه بتلفت انتباه سيرة وهي ان في رقم ولوجو محفور على هدومه. والمرعب ان اللوجو ده كان بتاع نفس الشركه بتاعت جاريد، واللي خلاها ما فهمتش ايه اللي حصل. ولما بتبدا تدور على اسم الشركه بتلاقي ان كان في مشروع اسمه ايكو كانوا شغالين عليه، واللي عرفت ان المشروع ده اتجرم واتقفل بسبب انه كان بيتعمل فيه تجارب على البشر. والمرعب ان هي بتلاقي صوره ليه اللي كانوا شغالين على المشروع وكارلوس بيكون واحد منهم، وبتتصدم من اللي شافته. ومن غير ما تضيع وقت بتروح لكارلوس وبتبدا تواجهه باللي شافته. وكارلوس كان مصدوم بسبب ان هي جابت الاسم ده منين، وبترجع تقول له انت ليه ما قلتليش اي حاجه بخصوص المشروع ده. ورجع قال لها ان المشروع ده كان بشع وما كانش ينفع يقول لها اي حاجه عنه من غير ما يخسرها، عشان سيرة ترجع وتوريه اللوجو بتاع الشركه اللي كان في الفيديو. وهنا هنبدا نفهم كل حاجه. وقالت له ان هي عارفه طبيعه التجارب اللي كانوا بيعملوها. ورجع قال لها ان مستحيل ده يكون بسبب مشروع ايكو لانه ما ينفعش يتعمل قبل 50 سنه. وبنعرف انه كان مشروع سفر عبر الزمن، وقال لها انه حاول بكل طريقه ممكنه يوقف المشروع ده. وبنعرف ان التجارب كانت بتتعمل على مجرمين. ورجع قال لها ان ضميره صاحي من بعد اللي شافه وطلب منها ان هي تيجي عشان يوريها حاجه، وكتب ارقامه اللي بنعرف ان هي احداثيات المعمل اللي بيتعمل فيه التجارب. وبترجع سيرة تقول له ان هي عايزه تخرج الكائن ده من البيت، بس كارلوس بيبص لها وبيرجع يبص تاني للكمبيوتر وبيقاطع ده وبيقول لها ان ده مستحيل لان اللي بيحصل ده بسبب ايكو، فده مستحيل بسبب انه مش بيحصل في الوقت بتاعنا، وان اللي بيحصل ده بيحصل من المستقبل، وان الكائن اللي بيشوفوه ده في الاصل سجين وجاي من المستقبل. فسيرة بترجع وبتقول له ان هي عايزه تقتله هو واي سجين تاني. وبنشوفها وهي بتعمل سلاح عشان تهاجمه بيه، بخلاف ان هي كانت حاطه فخ بره. وبنشوفهم وهم بيستعدوا يهاجموا الكائن ده، وفجاه بتبدا كل حاجه تطير في الجو عشان يظهر الكائن ده. ومن غير ما تضيع وقت تاخد ولادها وبتجري بيهم، بس بيقطعهم جاريد واللي كان بيخبط على الباب وبيقول لها انه جايب لها الشيك معاه. بس فجاه الباب يتفتح وحاجه بتسحبه جوه والباب يتقفل بعدها عشان نعرف ان السجين هو اللي سحبه لجوه، عشان بعدها نشوفه وهو بيسحب ومتصاب وصوابع ايده اليمين كانت لازقه في بعضيها وما كانش فاهم اللي شافه او اللي حصل له. وبنرجع تاني لجوه وبنشوف كارلوس وهو بيدور على السجين، بخلاف ان السجين هو اللي كان بيدور عليه. وبيسمع صوت غريب عشان فجاه يلاقي السجين جاي من وراه وبيمسكه من رقبته وبيرفعه على الحيطه في الوقت اللي ويلي بيسمع صوتهم بره. وبنرجع لكارلوس اللي بيقدر يضربه بالشاكوش على دماغه في الوقت اللي سيرة بتهاجمه بالسلاح اللي عملته. وبنشوفها وهي بتهاجمه كذا مره وبيطلع صوت غريب وهو بيصرخ عشان جسمه يرجع تاني كانهم ما عملوش اي حاجه. وبيرجع السجين يهاجم سيرة واللي خلاها تهرب من غير اي تفكير، وبتخرج بره والسجين بيجري وراهم، بس بيبدا يتألم وبيتوجع وبيظهر على جسمه علامات نفس اللي ظهرت على ولادها الاثنين. وبنشوفه وهو بيقع في الفخ اللي هي عملته عشان كارلوس وسيرة يبداوا يهاجموه بالاسلحه اللي عملوها. بس وهما بيهاجموه بيقدر يطعن رجل كارلوس وسيرة بتاخده لجوه عشان تعالجه، بس بتقاطعهم الشرطه اللي كانت المكان. وكارلوس بيقول لهم ان في سجين بيهاجمهم هنا، بس قبل ما يبداوا يستوعبوا الموقف السجين بيظهر وبيهاجمهم. وكارلوس حاول يهاجم السجين ده بس بيقدر يمسكه ويحدفه على الشرطي التاني واللي خلاهم يقعوا هما الاثنين في القبو. وبيروح بعدها عشان يموت الظابط اللي كان مع كارلوس. وبنشوف سيرة هي وولادها تحت زعقت فيه وقالت له يبعد عنها وعن بيتها، بس لما سجين بيشوف اللعب بتاعت ويلي بيقف للحظات واللي خلى سيرة تستغل الفرصه دي وتهاجمه، بس بيزقها وبيجرحها في ايديها. ويلي من غير ما يفكر بيهاجمه بفاس، بس السجين بيحدفها ناحيه ويلي واللي سبب له جرح في وشه. بس لما ده بيحصل بيظهر جرح على وش السجين في نفس المكان اللي اتجرح فيه ويلي. وبنفهم ايه هنا ان السجين ده يبقى ويلي بس من المستقبل، وعرفنا ده من الجرح اللي ظهر في وشه. وبنرجع لسيرة اللي فهمت ان ده يبقى ابنها من المستقبل
المستقبل، وبيرجع كارلوس وبيضربه برصاصه واللي خلى سيرا تحاول تتحرك بس وقعت، وكارلوس بيجري على سيرا عشان يحط ايده على الجرح اللي ابنها من المستقبل اتسبب فيه عشان نشوف الشرطه وهي بتوصل بعدها. وويلي كان بيتاسف لمامته على اللي حصل، بس سيرا بتسعف وهي بتتوجع ناحيه ابنها اللي من المستقبل عشان فجاه يبدا نور يظهر، وبنعرف القصه كلها هنا. سيرا بتشوف ابنها وهو بيفتح عينه، وبنعرف انه بقى سجين في المستقبل اختاروه عشان يقدروا يعملوا عليه تجارب. وفي المشهد ده الظابط بيناديه باسمه اللي بيكون ويلي، وبيرد عليه التاني وبيقول له المفروض ما تناديش اي سجين باسمه. بيرد عليه الاول وبيقول له ان ويلي عقله متدمر لدرجه انه مش عارف اسمه، وبنعرف انه كان بيحاول يدمر المعمل بسبب ان هما اتسببوا في وفاه والدته واللي كان بيتعمل عليها برضه تجارب، ومن كتر التجارب عقله اتدمر، وده السبب اللي خلاه ما اتعرفش على والدته او ان ده بيته اللي كان بيهاجمه. وبنرجع لسيرا اللي كانت بتشوف شوش دكاتره كتير حواليها وهي بتلمس وش ابنها ومش مصدقه ان كل ده حصل في المستقبل. وبنرجع لحاضر واحنا بنشوف ويلي اللي شاف نور بيظهر وراه وبيلف عشان يلاقي والدته قدامه، بس الغريب ان الاصابه اللي كانت عندها راح. وبنعرف ان الدكاتره اللي في المستقبل عالجوها ورجعوها تاني. وبيروح ويلي ويحضن سيرا وهي حضنته وهي بتفكر ان هي لازم تغير المستقبل ده وتمنع كل ده من انه يحصل من البدايه، وفهمت ان هي السبب في كل ده من البدايه بس. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.